بس الاقتباسات اللي قاعد اقول فيها دي كلها بقولها لروحي اكتر مما بقولها لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخوانا، ان شاء الله تكونوا كويسين. انا عبد العزيز اسامة بقدم حاجة اسمها كوتس اوف ذا ويك، واللي هي عبارة عن سلسلة من الفيديوهات اللي بقول فيها اقتباسات بتلاقيني من كتب، مسلسلات، افلام وما الى ذلك، وبجي بحكيها لكم هنا بحيث انه نتناقش فيها ونشوف الحاجة دي فيها فايدة لكم ما فيها فايدة لكم، ونتونس تحت في الكومنتس. الكوت الأولى: You might not be where you want to be in life, but you're not where you used to be. طيب الحاجة دي أنا حاسس بيها حاليا ليه؟ لأنه كوتس اوف ذا ويك حتخش أول رمضان لا، أنا كنت مخطط لشهر رمضان الجاي، فلازم أغير من حاجات وأعدل في حاجات كثيرة، وكنت داري أقدم لكم الحاجة دي بشكل تكون حلو جدا جدا، أو على الأقل أعمل لي محتوى إضافي في فترة رمضان. الحاجة دي ما تسهلت لي. أنا كان نفسي أكون في الحتة دي. I'm not where I want to be in life. أنا ما في نفس الحتة اللي نفسي أكون فيها في حياتي حاليا. But I'm not where I used to be. أنا ما في نفس الحتة اللي كنت فيها امبارح أو زمان. لو جينا عاينا أنا لما كان بديت كوتس اوف ذا ويك ما كان عندي نفس الحياة اللي ممكن أعمل بها كوتس اوف ذا ويك بالشكل ده هسه حاليا. ما كان عندي المكان اللي أصور فيه، ما كان عندي الإضاءة، ما كان عندي نفس الإمكانيات ولا الفهم اللي عندي هسه حاليا عشان أقدر أطلع الحاجات اللي أنا نفسي أعملها أو أنجز الحاجات اللي نفسي أعملها. فدي حاجة بتخليني أفرح وانبسط. أنا الليلة ما في الحتة اللي نفسي أكون فيها، لكن أنا ما في نفس الحتة اللي كنت فيها امبارح. بس برضو في ضيق، في زعل، في حاجات أنا كان نفسي أعملها وبس ما اتعملت لي أو ما تسهلت لي. If you can't change the situation, change your perspective about it. أنا ما قادر أعمل الحياة اللي أنا نفسي أعملها، ما قادر أرتب الترتيبات اللي أنا خدتيها، وما قادر أوفر السبل والتساهيل بحيث أنه أنا أقدر أصل للحياة اللي أنا داير أعملها، سواء كان في كوتس اوف ذا ويك أو في أي حياة تانية. I have no control في الموضوع ده. فالاقتباس ده بيقول لك أنه لو أنت ما قادر تغير الموقف، change your perspective about it. غير مفهومك وغير نظرتك للموضوع ككل. فبدعاية للموضوع ده بتقول أنه احتمال كله تأخير لخير في حاجة معينة أنت ما عارفها، كان ممكن تجيب لك حاجة كعبة أو في نتائج سمحة جدا جدا اتأجلت لك. زي في اقتباس كان بيقول أنه the biggest outcomes are delayed. فتغيير مفهومي في حد ذاته للموضوع ده بيأثر علي وبيوريني أنه والله العظيم الحياة الكويسة جاية، والحياة الكعبة انت هسيت فاديتها. فالزول خد ثقته في ربنا أنه أي حاجة حتترتب وحتتسهل مع الوقت. الكوت الثالثة: Fall in love with the process not the product. الاقتباس ده أنا بقوله كتير لروحي وكل مرة بنساه. بقيت هسي في مرحلة ما في حياتي أنه أنا بقيت منتظر النتائج، زي تقول شفكان نفسي أنا أحقق النتيجة الفلانية، نفسي أنا أعمل الحاجة دي، نفسي أصل للنقطة دي سريع. والاقتباس ده بذكرني بأنه enjoy the journey not the destination. fall in love with the process. حب الحاجات اللي انت قاعد تمر بها هسه حاليا، الاحباطات، الفرح، الحياة الزي دي. في اقتباس بيقول لك انه in order to live the good days you have to go through the bad ones. فانت عشان تصل للايام الكويسة وتقوم تعيشها وتحس بها لازم تمر بالايام الكعبة. فكل مرة بنسى انه والله العظيم يا اخي انا لازم اشوف انا كنت وين وبقيت وين هسه حاليا وماشي في هذا الطريق، وانا هسه حاليا في اللحظة دي قاعد اعمل في شنو وقادر انه انا اعمل شنو بالحياة اللي عندي. دي حاجة الزول ممكن يحمد عليها ربه مليون مرة، فالحمد لله. لكن الحاجة الحلوة انه كوتس اوف ذا ويك حتكون في رمضان، وحغير المواعيد حقت الحلقات، حتكون بالليل، حنزل لكم بعد المغرب الحلقات ان شاء الله. ودي اول مرة اكون بصور في رمضان حاجة حقتي انا شخصية، محتوى ثابت. فدي حاجة زول ممكن يعني يحمد على ربه انه هو ان شاء الله يقدر انه يعمل الحاجات دي كلها. I'm trying to fall in love with the process. شكرا لكم لحسن استماعكم. لو انت اول مرة تحضر حلقات كوتس اوف ذا ويك مرحبا بك. لو انت بتحضر حلقات كوتس اوف ذا ويك اسبوع باسبوع شكرا لك. لو حابين نتكلم في اي واحدة من الاقتباسات اللي اتكلمنا عنها الليلة دي ممكن يتونس في الكومنتس او رسل لي في الدي ام. لو شايفين الفيديو ده فيه فايدة او ممكن يفيد زول تاني شيروا عندكم ستوري. اللهم بلغنا رمضان. جمعة مباركة.